لما لقيت ان في 4 كراسي لقيت ان ما ينفعش كريسماس. طب ايه؟ فوائد ضرب العشرة بس كده. اقول بقى واحد صاحبنا بيدعي عليه كل يوم. نقطي دي شويه ولا ايه؟ عملت اكونت مامي دخلت قالت له امك وعيالها وستك ابوها وهو وخالها. امك وعيالها ستك ابوها واخوها وخالها خليل عملها نمبر 1 بقيت في مجالها. لا ما كنتش تمشي. ده حاجه كله بالحب كله بالحب. تي الفيديو ازاي بقى يعني؟ عامه يا جدعان انا عايز اقول لكم على حاجه. تعمل زي شوري وتحط امك مثلا في معلقه او تحطها في عصير. وانا حاطط المايك في تليفوني. ما هو بقول لك هو بيعمل كده حط ليه؟ فلاعة. عشان هو جاب تليفون جديد يصور بيه، فهو بقى ماسك التليفون اللي كنا بنصور بيه حاطط فيه موبايل. انتوا دلوقتي شايفينهم من الايفون صارفين ايه؟ بامانه يعني. صارفين 2000 ونص. معايا 500 فلوس. جنيه وعليهم 2000 صوت لسه متدفع. ده بجد بالله عليك انا فكرت انت كايش. لا طب يا جدعان باركوا لاخونا احمد طارق جام الجيش. طب العثور عليه. واحمد اخونا عنده جف عاطفي جدا. فقررت ان انا اعمل فيديو عن العلاقات والحب. العلاقات. قبل بس ما نبتدي بالانترو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس. ومعانا لاول مره حمدي ابو جمعه الساوند افكت بتاعنا. احلى مساعده يا سكر جواكي امك وعيالها جوزها واخوها وابوها وخالها. يا رجاله الله العظيم وحشني. عامة حمدي انا ابو نعم جمعه بكون ورا الكاميرا على طول، بس اول مره اطلع قدام الكاميرا مش عارف ليه، بس انا قلت ايه دي واحده بالحب كده. عامة انا حمدي ابو جمعه اشهر واحد فينا. ومعانا سينفرو غني عن التعريف من مؤسسين القناه احمد فهمي. وانا و... وانا احمد في ويلا بينا. بصوا بقى يا انا عايز اقول جماعه، لكم على معلومه كبيره جدا بجد بجد. احمد طارق دخل 3 علاقات. على فكره اكتر بس 2 منهم هتلاقوهم على اليوتيوب. يعني عايز تعرف علاقات احمد طارق انزل تحت في الديسكربشن. تمام عادي جدا ولا اي حاجه. الثالثه والله العظيم حكينا عنها. التالتة يعني بص انا داخل في ال100 فيديو هتلاقوا 50 فيديو عنها. قبل اي حاجه بقى ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في جوده الكاميرا. ندف معانا صح. امسك لي بس المايك معلش. معانا فلوس يا فنان جبنا بيدفع تليفونات. لك كام على كده؟ ايه بيدفع لك كام؟ بيوطي يجيب الفايل. كده جمعتكم النهارده عشان مش انا بقى مش عايز اتكلم عن علاقتي او علاقاتي، لا انا هتكلم عن علاقاتي وانتوا تتكلموا عن علاقاتكم. عشان ايه؟ الناس زهقت من سياحي فانا هجيب علاقاتكم. ايه ده؟ الغي رحلتي. خد هنا يلا، خد هنا يلا. احب ادي المايك واول واحد فينا يحكي حمدي ابو جمعه. والله بقرون طاير على التليفون. الا قول لنا يا حمدي انت ليه مختفي الفتره اللي فاتت؟ بضرب 10. السبب الحقيقي؟ غير ده عشان ده حي برضه. يعني ممكن نقول تأنيب ضمير. تأنيب ضمير بسبب ايه؟ اللي انا بضرب عكس. لو قول لنا يا حمدي احنا وصل لنا ان كان في حد بيقعد يشتمك في الكومنتات بتاع التيك توك وبيدعي عليك، مين ده؟ لا مش في كومنتات تيك توك، في البرايفت عادي في الواتس. مين بقى ده؟ واحد صح. كارهين. صاحبك مين؟ كارهين هيترز. يعني بعد علاقات الشخصيات مش محترمة، مش ألطف حاجة عامة، ف هنقول اللي احنا مش ربنا يسامحهم. بلاش ندخل في هات كمان على حد غيري بقى. بقى كان في حاجه لاحظتها في علاقات كتير ان الولد بيغير في شخصيته او بيعمل حاجات عشان يرضي الطرف التاني. تمام. وابسط مثال ابسط مثال معانا احمد فهمي. احمد فهمي لا بعيدا عن كده احمد فهمي في 2023 يعني ده ما تعرفش حاجه لا عن في 2023 فاكر يوم ما صورنا الفيديو بتاع يوم عيد ميلادي اللي بيتكلم عن الامتحانات. احمد فهمي كان لابس سبحه في صباعه وكان بيتكلم في التليفون على جنب. احمد فهمي كان رن التليفون عامه مولاي تمام. وكان بيطلع في الاسانسير كتير عشان اسمها ايه لها انت تعلم كيف حالك. طبعا ده كل ده ليه عشان خاطر ان هو كان مرتبط بواحده اسمها ياسر. في اليوم ده احمد فهمي واحنا لسه هنبتدي تصوير. طب ثواني يا جماعه بس عشان معايا تليفون. فهو ماسك التليفون. فهو كان لانه قاعد كده على نفس الكرسي اقسم بالله عند الشباك هنا.
قاعد بيتكلم في التليفون بصوت واطي، فهزرنا، عارف اللي هو بنحسبه بابا، يا احمد يا احمد، ما خلاص يا جماعه بقى ما تسيبوني وبتاع. عامة دي المرة الأولى اللي سمعنا فيها صوت أحمد فهمي يعني. تمام. أعتقد فانا كأي شاب مصري، قاعدين قدامه أصلا، لو مسك المايك مش هتسمعه. فانا كأي شاب مصري رميت ودني، انا صليت العشاء يا حبيبتي، انت صليتي، والسبحه بتاعتك معايا لابسها في ايدي ما قلعتهاش، ولا اسكت، انا فاكر المكالمه لحد دلوقتي، اسكت يا ولد. استنى بس، لا استنى، انا عايز اقول حاجه. دي تاني مره اسمع صوته على فكره. غلط، تفسيرها غلط انا كنت بخاف اقول لها حبيبتي. مبدئيا. مولاي ولا ايه؟ كنت بقول لها سيدنا. ده بجد ولا لا؟ بجد والله. أيوه حبيبتي حلال عنها يعني. عامة كان اسمها يثرب يعني، ما تقولهاش يا حبيبتي ولا سيدنا، او ممكن تقول لها يزوع. يا دين امي يا دين امي. طب قلت اسمها ليه يا اسطى؟ عادي لسه مش هتشوف كده كده. لا، ما ممكن تكون عملت ليزك عادي جدا. انا بحسب مش هتشوف عشان مش معلوم. انا الحمد لله عمري ما غيرت حاجه في شخصيتي عشان واحده. دايما بخش بطلع، مفيش اي تغيير. لا انت هو كداب، نفس- لا انت دلوقتي انت بتكذب، انت بتخش بتطلع ابن مر. كفايه كده جامد. بخش زباله وبطلع زباله. كان حرفيا كان في حركه زباله. شاوت اوت عمر علاء، كنا زمان بنلعب ببجي، كان في واحده هو مرتبط بيها بدون ذكر، فعمر بعدها لما كان حصلت بينهم مشاكل قطع معاها الفتره، فارتبط بواحده تانية معانا في اسكندريه. فهي فكرة لما انها مش من اسكندريه، هو ما قالش دي بس انا بشرح يعني. الاولانيه ما كانتش من اسكندريه. عمر لما صاحبتها دخلت تصالحهم على بعض، قال لها بقول لك إيه، انا اصلا رامي طوبتها اصلا، وانا خلاص لقيت الحضن الحنين والدافي عندي في اسكندريه. فهي اتصلت قعدت تهزق فيه، انا سامع صوت كلام كتير مع عمر. ما تسيبيش الدين بس. لا امي لا امي لا. لا الفكرة في ايه بقى؟ الفكرة في ايه بس اقول لك. عمر طول المكالمة كده اقسم لك بالله عمر خلص تشخري. ايوه. هو طب واللي بينا. بعيدا عنك انت بتاع ربنا. احنا التلاتة مفيش حد فينا بيخش في علاقة عارف اخرتها هتبقى ايه. لا انا عن نفسي المرة الوحيدة اللي ارتبط ببنت كان عارف عايز اخرتها تبقى حاجة معينة، قالت له انت بضان. احمد فهمي عنده تروما من ساعتها. عامة احمد عارف. فهمي كل ما يبقى دمه خفيف يقول لي علي كلمها لي. اقول لك على حاجة تضحكك، عارف انت اقول لك على عارف حاجة انت- تضحكك ان هي قالتها بعد الفيديو بتاعنا اللي هو اللي احنا صورناه لما صحاني من النوم. بعدها بالظبط وصل لي الكلام ان هي اتقال عليه كده. ايوه عامة احمد فهمي بعت ريكورد بعدها قعد يقول هو لبضان يا جدعان، هو لبضان يا جدعان. هو انا دمي كده. ماذا بيني وبينك؟ لماذا ترفضينني يا كاس الذهب؟ ماذا اليوم ده روحت عيطت بجد. وعارف ان هو ممكن يتجوز ولا بتاع، وكان ناوي على قرايه فاتحه يعني، وكان ناوي قريب جدا يعني، شهر 2 كده ولا حاجه، شهر 2 مش شهر 2. انت فاهم قصدي؟ شهرين عامة. انا فاكر لما كان شهرين وهقرا فاتحه، اقسم بالله العظيم في اول ديت قلت ايه ده ينزل معاها الديت بيقول لها هو انت بتذاكري كويس؟ ليه؟ هي انا نفسي سالت السؤال، هي سالت السؤال ده. ليه؟ ايوه يعني كمان كان ناوي يفتح مركز دروس خصوصيه تقريبا. مش عارف. انا بصيت لها كده عامة، فانا مش عارف اقول ايه، ماشي ساكت. كان ناوي ماشي ساكت، لقيت دماغي عملت كده مرة واحدة. انت بتذاكري كويس؟ ايوه بالظبط كده. انت بتذاكري كويس؟ فاهمي سنتر الفيروز. كرنج العلاقات. ليه انا ابقى مثلا واحد طفحان الكوتا وبتاع، والاقي واحده بتقول لي يا بابا؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. دي حاجه حلوه. الموضوع ده الوحيد، الموضوع ده عمره ما بيموت. دي حاجه حلوه دي. انا كنت لا شايفاك بمنظر ابوها، دي حاجه حلوه دي. كده انا عرفنا هي بتقول له ايه. كلمة بابا دي نوعا ما زمان كنت بكرهها، نوعا ما دلوقتي بتسبب لي نوع من انواع كشعرينة. الهرني. اخر مرة اتقال لي بابا كنت لابس بابا نويل. ده كاريزما فشخ يعني بامانه. بيرسم، هو مش عارف هو كاريزما ولا بيرسم الدور، بس مثلا ممكن لو بنت قالت له ما قالتلوش صباح الخير النهارده، عارف انت اللي هو يقعد على رجله بكره تندم يا حد فيكم دخل في علاقه وحس ان هو الطرف اللي بيتم استغلاله؟ لا عشان ما عنديش حاجه اقدمها يعني. اصل ما عنديش طب حاجه اشمعنى أقدمها. لا معايا فلوس اقدمها ولا معايا اي حاجه. اشمعنى
بما ان انا الوحيد اللي تم استغلالي فيكو، انا تم استغلالي بطرق غريبه ومن كذا حد. اكتر الطرق، انت شغال في سنترال صح؟ خير. يا ابن الوسخ. اشحن من غير تفكير يلا وهرجع لك الفلوس. لا يا عم طب كده. ايه كده في ايه؟ امي جن الله يا بيه، امي علمتني الوسخ. التليفونات اللي هو ايه، بقول لك انا التليفون ده عندي بايظ كده، عايز اعرف منه. عامة بقول لك دي بتبقى معروفة جايب عليها حاجة. Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. ايوه بقى. في علاقات حب بنشوفها اللي هو البت بصت لها بطرف عيني بس من غير قصد، تلاقي لك واحد داخلك مالك بقى صح، مالك الحاجات دي بقى. انتهت من 2015. على فكره لسه موجوده بقى، عامة ده والله لسه موجوده. معهد الكينج عندي كله دلوقتي كده. كله بقى بيحترم نفسه عامة. لا معهد الكينج عندي كله كده. انت عايش فين يا ابني؟ انت عايش حمدي فين؟ حمدي حمدي عمرها ما حصلت معاك عشان انت يوم ما بترتبط بواحده مش مرتبطه واكبر منك، يا اما متجوزة. انا مش هقوله بقى. يا مطلقه يا متجوزه يا اما مخطوبه وبتخليها تفركش عشان اول علاقة طبيعية. اول علاقة طبيعية. يا جماعه انا بسحب كل كلامي. حمدي اكتر انسان محترم فينا، اكتر انسان طاهر، الانسان الوحيد اللي بيرتبط بعلاقات عقلانيه معقوله. يعني هو مثلا عنده عامة اقول لكم حاجة. حمدي كان مرتبط بواحدة اسمها كريمة. بعشق فنانة اسمها ماجدة الرومي. وانا كمان. ما اسمعش ان حد يتريق على الاسم ده. ماجدة اسمه روكي. روكي. تحس فعلا انها فاهم واحدة غنية. اللي هو في الشانزليزيه. هو ايه الشانزليزيه ده بقى؟ الطماطم عندك بايظه كده ليه؟ انا بجد دايما بسرح بخيالي بحس ان انا عايز اجمع كابلز مع بعض. ليه؟ مش هبقى مأذون يعني. ساعات بسرح كده على التيك توك بقول تيجي نجمع كابلز مع بعض. ميدو وسماسيمو. لا ما دول مع بعض اصلا. ميدو وسماسيمو مع تامر الجيار. يا جدعان انا عايز اعمل شوت اوت. يعملوا ايه معايا يعني؟ هنا ابو لعبه جميله جدا بما اننا في بودكاست. هنبص على كل واحد فينا تمام، ونختار له عروسه من السوشيال ميديا تلاقي على شخصيته. تمام. نبتدي بحمدي ابو جمعه. لا نبتدي باحمد فهمي، ناخدها كده. ماشي. احمد فهمي. بس احمد فهمي ما يقولش، احنا اللي هنقول فاهم، وكل واحد فينا يقول واحده بس احنا نعملوها بسرعه يعني، كل واحد يفكر. شخصيه احمد فهمي تحسه هادي وساعات بيبقى عبيط تمام. فانا عن نفسي شايف ان هو ممكن يرتبط بالبنت اللي هي وعد. عارفين وعد اللي هي وعد يا وعدي؟ انا هوريكم فيديو بس ثواني. يعني جايز لبس اللايف بجد نتنة وما غسلتش شعري ولا سناني وبجد ريحتي وحشة حرفيا. الفانيلا كريمة يا اختي. خلاص بقى خلاص عشان ايه يعني. يا حاسس ان مرضاش لاخويا، مرضاش لاخويا، والله مرضى لاخويا خلاص. احمد طارق اتنشن جدا وبيحب يحكي عن كل حاجه ويوثقها كفيديو يعني تمام. فهو لازم ياخد واحده من هم بتوع السوشيال ميديا اللي هم اتنشن برضه. فمين ممكن يبقى كده بقى؟ فكر معانا كده احمد فهمي. عرفت مين؟ والله العظيم عرفت مين. يا رب ما يكونش اللي في بالي. والله العظيم عرفت يا رب مين. ما يكونش اللي في بالي. انا بس عايز اجيب اسمها عشان نسيته. شفت انت انتخابات التيك توك؟ كان في بنت كده اللي هي بتطلع تقول اول رئيسة للتيك توك. انا بقى هعمل ايه؟ انا ايه؟ عندي حلم ومصدقاه وانا عارف ان انا هبقى اول رئيسة للتيك توك. عامة عايز اقول لك حط صورتها بالله عليك، حط صورتها بالله عليك. اقسم بالله احمد طارق اتجوز دي عادي. انت عارفها؟ عارف لسان النمر؟ دي ده انا. استنى. والمفاجأة ان في بنت كمان معانا. ده انا حقق حلمي ان اكون اول بنت تكسب انتخابات رئاسة ابتدائي مش ده عشان الكوكب. الحمد لله مش حياتي اقسم انا عامة عامة شفت البنت لابسه البتاعه دي وانا في شغل في مره وكنت لابس بابا نويل برضه. ده نفسي امسك البتاع من لا بص انت شايف سنفرو معروفة. مين؟ كوتشي نايرة. ثانية واحدة. كوتشي نايرة؟ مين دي؟ اكتب كوتشي نايرة. بس انت عايز الناس تمشي تتفرج عليا؟ بعيد عن الهزار، حمدي ابو جمعه هيتجوز من بيت عيلتهم عادي ومحدش يعرف عن جوازته اي حاجه الا قبلها باسبوع. انت فاهم؟ بص بعيد عن الهزار. نقول لك حمدي
محتاج حجم خاص بيه، حجم زيه كده، الاتنين يتعاملوا مع بعض. قررت انا هتجوزهم ايه؟ مين؟ البت اللي هي بتاعت يا حبايب قلب رزونه وكل حاجه رزونه. عامة علي بقى. يا جماعه قبل ما عارف تتسرعوا مين اللي نشر؟ كلنا سوا يلا. عارف حبايب قلب رزونه. موافق؟ عارف موافق؟ طب تاني المقدمه تاني. ويا حبايب قلب رزونه كل حياه رزونه. عارف كنت عايز اختار ها؟ عارف بتاع توم يا جماعه قبل ما تتسرعوا. والله موافق. دمتم سالمين. شفت انا عندي فتش عليها يعني. عامة انا بخاف منها، والله بخاف منها. لا جامده بس هي دلوقتي متجوزه همبكه خلاص. وهي حققت حلم حياتي، بجد حققت متجوزة حلم مبكة؟ لا ان هي صورت فيديو مع الجيار. يا جدعان بالمناسبة الجار من هنا انت مش هتشوف الفيديو، بس اقسم بالله بحبك يا ابويا والله. بقول لك بحبك. ايه، والله استنى، هو عندي فريند الفيسبوك اصلا نبعتها له. والله يا ابويا يا عم أقسم استنى يا بالله. عم استنى نصور. اما عادي بس الفيديو يبقى احسن. الفيديو يبقى احسن يا عم هنبعت له عشان ممكن الاثنين. يشوف الفيديو ينزله كده على الفلاش يمكن. مش عارف الجيار هيشوف الفيديو ده ولا لا، ده من قلب فيديو اليوتيوب يعني اهو. جيار انا والستاف بتاعي معانا احمد فهمي. والله بنحبك حب ابن حب فشيخ اقسم بالله. بنحبك يا جيار. الجار قدوه. الفيديو عشوائي بشكل عشوائي. مع نهاية الفيديو حمدي مشي بسبب ان هي اتصلت بيه وقالت له لو ما جيتش دلوقتي انا هرفع عليك قضية في محكمة الأسرة يا ابويا انك ما بتصرفش عليا. المهم ده كان اخر الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس وشير. الفيديو ده لو جايب عدى ال 10 لايك هنحلق لاحمد فهمي شعره. وانا احلق دقني عشان بجد تعبت. وانا مش عارف، انا ادعوا لي اخلص جيش ان شاء الله. وسلام.